السلام عليكم ورحمة الله متابعيني وحبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل وصفة سهلة ومكوناتها بسيطة. لو حابة تعملي منها مشروع هيكون مصدر دخل مربح ليك ان شاء الله. صنف حلو وشكله في منتهى الشياكة، وهقولك سعر البيع في الفيديو، خليكي معايا. وعشان نعمل الديسباسيتو لازم يكون عندنا كيك الشوكولاتة الغني الدسم الجوسي والهش جدا. هنعمل من صاج واحد ب3 بيضات بس، 11 كب بتزيين وتوبينج مختلف يرضي جميع الأذواق. يلا نشوف الديسباسيتو الحلو ده عملناه ازاي. وعشان احضر كيكة الشوكولاتة هحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ولو حجم البيض بتاعك صغير هتستخدمي 4 بيضات. هنضيف عليهم نص معلقة فانيليا وكمان معلقة خل علشان تشغلي المادة الرافعة وتقضي على زفرة البيض. هنضيف كمان كوباية سكر حبيبات وكوباية زيت تكون نوعية جيدة، وهضيف كوباية حليب. هنشغل العجان على المكونات السائلة بتاعتنا، ممكن كمان تستخدمي المضرب الكهربائي أو الخلاط أو حتى الويسك اليدوي. عندي هنا كوبايتين دقيق منخولين وعليهم ذرة ملح وعليها باكت بيكنج باودر. أنا استخدمت كيك شيف لأن فيه محسنات خبز. وهنخل كوباية إلى ربع من الكاكاو الخام، أنا بستخدم كاكاو أسباني. وهنخلط المكونات الجافة مع بعض وهنضيفهم لخليط البيض والسكر والحليب بالتدريج. وهو ده القوام المطلوب زي ما انتوا شايفين كده، مش تقيل قوي ولا سايل. والخليط بتاعنا هيحتاج صاج مقاسه 30 في 40. هبطنه بورق الزبدة أو ورق الخبز وانزل بالخليط بتاعي واخبط الصاج خبطتين كده علشان اخرج منه الهواء. وطبعا هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هنحط الصاج في الرف الوسطاني ونستنى عليه من ربع لتلت ساعة، هنلاقيه استوى بقى زي الفل. ودلوقتي هنبدأ نجهز مع بعض جناش الشوكولاتة. هنستخدم 400 جرام من الشوكولاتة الخام، أنا دوبتهم في الميكروويف، ممكن كمان تدوبيهم على حمام مية. وضفت عليهم هنا 200 ملي من كريمة الطهي. ممكن نستبدل الكريمة بكوباية لبن سخنة مع معلقتين كريم شانتيه خام، ونقلبهم كويس لغاية ما يدوبوا. وبكده جناش الشوكولاتة بقى جاهز معايا. ويلا بينا نجهز تالت مكون معانا، وهو المكون الأساسي في وصفتنا النهاردة، هو موس الشوكولاتة. في بولة هضيف كوبايتين من الكريمة الخام، أنا بستخدم كريمة لباني من ريتش المتحدة، وكمان معلقتين كبار من اللبن البودر، وعليهم معلقتين من السكر البودر، وهنضيف عليهم كوبايتين مية متلجة. وهنضرب الخليط لغاية ما القوام يتقل، ولو حسيتي انه تقيل قوي هتزودي نص كوباية مية كمان. ودلوقتي هنزل بمعلقتين كبار من جناش الشوكولاتة اللي جهزناه مع بعض. وطبعا الجناش لازم يكون بارد لانه لو دافي او سخن هيسيح لي الكريمة. المهم ممكن كمان اضيف معلقتين نوتيلا شوكولاتة او نوتيلا فانيليا، كل ده هيعزز لي طعم الكريمة ويخلي الموس غني بطعم الشوكولاتة. خرجت الكيك واستنيت عليه لما برد، هقلبه على وشه كده واشيل ورق الخبز. وابدأ اجهز الكبات بتاعتي، ممكن تكون اكريليك او بلاستيك او اي بولات موجودة عندي. انا هنا عندي مثلثات الديسباسيتو. هبدأ اقسم الكيك، وعلى فكرة مش لازم ابدا نقشر وش الكيك لان ده مش دقيق سبونج، ده كيك شوكليت عادي جدا بدقيق بيتي. بدأت ارص طبقة الكيك في الكبات، وما ننساش نسيب مساحة للكريمة والتوبينج. ودلوقتي هحضر خليط التسقية. عندي كوباية حليب دافي هضيف عليها معلقتين سكر وباكت نسكويك، ممكن كمان تضيفي معلقة نوتيلا أو جناش. بدأت أخرم الكيك بعصاية الشيش بتاعتي بالشكل ده. سقيت الكيك بتاعي بقى بخليط التسقية عشان لما نيجي ناكله يبقى جوسي كده وطري وحلو. حطيت موس الشوكولاتة في كيس حلواني، لو مش متوفر عندك ممكن بمعلقة أو أي أداة شغالة بيها. ونراعي طبعا إن في طبقة أخيرة هنحطها فوق الكريمة. بعد ما فردت طبقة الكريمة بالشكل ده هجيب سباتولا أو بظهر معلقة وأسوي سطح الكريمة وأدخلهم التلاجة يبردوا ويشدوا شوية. وبدأت أجهز توبنج التزيين، وأي شيء متوفر عندك تحطيه، ممكن كراميل أو جناش أو نوتيلا فانيليا، نوتيلا شوكولاتة، ممكن جيلي وفراولة، جيلي ومانجا، بلوبيري، أي حاجة تحبيها ممكن تحطيها، وكمان شوية كريسبي أو سبرينكلز للتزيين. جبت في المثلث ده بقى شوية من الجناش، وهنزل بكمية حلوة على وش الكريمة كده وأوزعهم بالشكل ده. وزينتها بخطوط من النوتيلا البيضة ورشيت حبة كريسبي ألوان زي ما انتوا شايفين. وده شكل وطعم تاني للتزيين. حضرت كراميل بيتي، ممكن تستبدلوه بجيلي وكراميل، ده بتشتريه من عند مستلزمات الحلواني. حطيت واحدة ويفر فلوتس في النص وحوالين منها شوية سبرينكلز ألوان، وكمان زينتهم بالنوتيلا البيضة.
عملت كمان قب بالجناش، معلقتين جناش فردتهم على وش الموس بالشكل ده، وبنوتيلا الشوكولاتة رسمت خطوط بالعرض، وبعصاية الشيش بدأت أرسم خطوط طولية وارجع أرسم خطوط بالعكس. وهنا زينت القب ده بنفس الشكل بس كراميل ونوتيلا فانيليا. طبعا التزيين بيبقى حسب الذوق والمتوفر عندك من خامات أو حسب طلب العميل إذا كنت هتطلعي الشغل ده أوردرات. وهنا كنت مجهزة حبة أشكال من الشوكولاتة الخام بعد ما سيحتها على حمام مية دافية، طبعا من غير ما تضيفي أي حاجة ولا نقطة زيت حتى علشان الشوكولاتة تجمد معاكي، وسكنتها في ورق ترانسفير وقوالب مولد سيليكون ودخلتها التلاجة تجمد وبزين بيها. هنا غطيت المثلث بتاعي بنوتيلا الشوكولاتة وزينته بقطعة من الشوكولاتة الخام بالشكل ده كده، وبقى جاهز معايا. وهنا عندي قوالب الدسباسيتو المستطيلة دي، على فكرة ممكن نسوي فيها الكيك في الفرن من الأول ونشتغل بيها على طول. غطيت الموس بنوتيلا وزينت السطح بالويفر فلوتس بالشكل ده كده، وكمان هرش حبة سبرينكلز أو فارماسيل. وزي ما انتوا شايفين عملنا 11 كب دسباسيتو من صاج واحد ب3 بيضات بس. وبالنسبة لسعر البيع بتحدديه طبعا حسب خاماتك وتكاليفك، يعني الكب بتاعنا بالمكونات اللي شفتوها ممكن تبيعيه من 30 ل 35 جنيه. ولو حابة ترخصي عن كده يبقى لازم توفري في الخامات وتستخدمي بدايل حلوة عشان ترضي جميع الأذواق. لو حاسة انك استفدتي من الفيديو بتاعنا النهاردة يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله، وباي باي.